وانا قاعد كده مع مادل على القهوه بنلعب دورين دومنا. المهم بيقول لي ايه، بيقول لي انا معايا فلوس عايز احطها لمده شهر واحد بس. فقلت له ماشي خليك على صناديق الاستثمار. قال لا انا مش عايز صناديق استثمار، انا عايز حساب توفير. فقول لي كده ايه اعلى عائد على حسابات التوفير موجود دلوقتي؟ فانا دلوقتي يا عم عادل هقول لك على اعلى حسابات توفير موجوده في البنوك وتختار اني واحد منهم، وبالذات هتكلم على العائد الشهري. كل ده هنتكلم فيه ونتناقش فيه مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بيكم في قهوه الاقتصاد وانا معاكم محمد العسال مقدم البرنامج. اول مره تتفرج علينا في البرنامج يعني استاذنك تعمل لنا اشتراك في القناه وفي علامه جرس كده تدوس عليها عشان خاطر اي جديد بنعمله يجي لك على طول. يلا بينا نخش في موضوع. الاول تعالوا نشوف مع بعض ايه هو حساب التوفير وايه هي المميزات بتاعته. طيب حساب التوفير بكل بساطه شديده جدا هو حساب في البنك. الحساب دوت بيديك عائد اخر المده سواء بقى شهريه ربع سنويه. وهنا انت عندك ميزتين، ان انت مش بس فلوسك محفوظه في البنك، لا ده انت كمان فلوسك بتاخد عليها عائد. عم عادل مسالني هو ايه مميزات حساب التوفير؟ اول حاجه عم عادل فلوسك في البنك في امان ومفيش خوف عليها خالص. تاني حاجه بتاخد عليها فايده من غير اي مجازفه. تالت حاجه تقدر تسحب او تودع او تعمل اي حاجه من خلال مكان الاي تي ام، وكمان تقدر تشتري عن طريق الكارت. رابع حاجه تقدر تتابع حسابك من موبايل. حلو قوي كده. طيب بدل ما احنا عرفنا خلاص ايه هو حساب التوفير وايه هي المميزات بتاعته، تعال نشوف مع بعض ايه اعلى بنوك بتدي عائد على حساب التوفير خاصة العائد شهري. خلي بالك انا هنا بكلمك على الفئة اللي هي من 5000 لمليون جنيه، يعني انا دايما بركز على الفئة اللي هم الناس اللي معاها فلوس من 5000 لمليون جنيه وهيحطوها على حساب التوفير. لكن فوق المليون جنيه طبعا معظم البنوك بتبقى كويسة جدا جدا. طيب خلينا نبص الاول على اول بنك معانا وهو البنك العربي الافريقي الدولي. البنك العربي الافريقي الدولي عامل حساب اسمه جولدن سيفنج. لو جينا بصينا على حساب توفير جولدن بلس هنلاقي ايه، ان هو فيه مميزات بقى. طبعا زي ما بيقول لك الحد الادنى المطلوب لفتح حساب هو 50000 جنيه، ويتم الحساب اللي هي العائد وفقا للجدول الموجود. طب ايه بقى الموجود هنا؟ عندنا من 50000 ل 500000 جنيه 15%، ومن 500000 لمليون 17 وربع، طبعا مليون لخمسة 18%. طب هل ده احسن حساب موجود؟ لا، في حسابات تانية هنتكلم عليها وهنشوفها مع بعض دلوقتي، فاستنى علينا شويه. ايه يا عم عادل؟ اما ايمن قام داخل معانا في القصه وقال لك ده انا شفت ايه على صفحه البنك العربي الافريقي، يعني على بوست من البوستس او منشور من المنشورات بتاعتهم، قال لك ده انا شفت واحد كان ناقص يشتمهم. ليه يا عم ايمن؟ قال لك بكل بساطه راجل بيقول لهم يعني يا جماعه بعد ما الحساب ده كان معدي 23% ولا 24% وجبنا فلوسنا من بنوك تانية وحطيناها عندكم، الحساب دلوقتي واصل ل 15%. ايه النزله الكبيره قوي دي؟ قلت له بص يا عم ايمن، الراجل اللي هو بيتكلم على صفحه البنك دوت ده راجل عنده لبس. عنده لبس ليه؟ ببساطه شديده جدا احنا عندنا قاعده عامه بتقول ايه؟ بتقول ان انت النهارده الفرق ما بين الشهاده وحساب التوفير ان الشهاده ده بيبقى عقد ما بينك وما بين البنك، هتحط فلوسك وهتفضل محبوس لمده 3 سنين مثلا او 5 سنين على حسب مده الشهاده، في المقابل ان انت ايه هيجي عائد، والعائد ده ثابت اللي هو العائد انت متفق فيه مع البنك ومش هيتغير خالص. طيب حساب التوفير يا عم ايمن، حساب التوفير هنا لا بيخضع لسياسات البنك ولجنه الاليكو هي اللي بتسعر كل فتره. وعايز اقول لك ان هو بيعتبر ايه، كل ما البنك المركزي المصري بيتحرك في سعر الفايده هنا اللي بيحصل ايه، بيحصل حساب التوفير بيقل، لانه يعتبر حساب التوفير ماشي على حسب كوريدور البنك المركزي الموجود. يعني معنى كده ان حساب التوفير ده مش ثابت، فلازم الراجل اللي هو بيتكلم ده يبقى فاهم ان حساب التوفير ده مش ثابت، ممكن كمان يقل. يعني لو البنك المركزي المصري قل الفايده تاني حساب التوفير ده هيقل كمان. طيب تاني بنك معانا وهو بنك سيب. بنك سيب كده عامل حساب اسمه سيطرة بلس. حساب سيطرة بلس اللي عامله بنك سيب الصراحة هو بيعلن عنه ان هو ايه، بيدي عائد بيوصل ل 22%. حلو قوي قوي. تعال نشوف مع بعض ايه الشرايح بتاعت بنك سيب ده. ادي لما دخلنا على ايه، على بنك سيب وشوفنا ايه حسابات التوفير، فنلاقي ايه، ادي حساب سيطرة بلس اللي هو ايه، اللي هو العائد بتاعه ولا هتكسر ولا هتخسر، حرية الحسابات وعائد الشهادات. حساب توفير سيطرة بلس من بنك سيب عائد سنوي يوصل لايه، ل 22%. طيب الحد الادنى هنا كام؟ كان 20000 جنيه، كان في العرب الافريقي كان 50000 جنيه، والحد الادنى ان هو يحتسب عائد هو 15000 جنيه. طيب تعال نبص بقى مع بعض كده ايه الشرايح او دوريه صرف العائد. ماشي، لو جينا نتكلم على الشهري بقى، من 15000 ل 50000 ده 16.75%، ومن 50000 لنص مليون ده 16.75 برضه، وسنوي لو انت تاخد فلوسك اخر السنه 18، وده انا ما برجحش الحته دي، ومن نص مليون لاقل من مليون يعتبر ايه برضو نفس الرقم، بس الفرق ايه السنوي 18.5%. يبقى احنا كده عندنا تاني حساب معانا وهو بنك سيب، وده اعلى من العربي الافريقي الدولي لانه كده ايه، هو اعلى بحوالي ايه 1.75 على 100%. طيب
نخش بقى على البنك الثالث معانا وهو ايه؟ بنك البركه. بنك البركه الصراحه محدد او يعني مطلع ايه حسابات توفير كويسه جدا جدا جدا. نبص كده على حساب التوفير بتاع بنك البركه فايدته كام. ادي بنك البركه معانا هو بيقول لك ايه؟ فلوسك محفوظه مش محجوزه. يعني ايه؟ وافتح حساب توفير مع بنك البركه بعائد يبدا من 19% من اول 5000 جنيه. نبص بقى كده ادي الايه مميزات. اسعار عوائد التنافسيه، الكلام اللي بيقوله كل بنك، الوصول لحسابك على مدار الساعه، الكلام متابعه رصيدك، الكلام اللي هو ايه حلو قوي ده. هنا بقى الحد الادنى لفتح حساب 1000 جنيه، يعني من اول 1000 جنيه يقدر تفتح حساب، ولا 50000 ولا ايه 20000. الحد الادنى للرصيد 1000 جنيه برضو. الحد الادنى لاحتساب العائد 5000 جنيه. طيب نبص بقى من 5000 ل 50000 18%، ومن 50000 لأقل من 5 مليون 18.5%. طبعا من 5 مليون ل 10 مليون ده ايه 19%. يعني معنى كده الحساب ده اعلى من مين؟ اعلى من صعيب والعربي الافريقي الدولي. ليه؟ لان احنا كنا لسه قايلين من شويه البنك العربي الافريقي الدولي كان 15%، بنك صعيب اللي هو حساب سيطره بلس كان 16.75 على 100%. طيب ده كام؟ 18%. وكمان بيبتدي يحسب العائد من على ايه؟ رقم اقل من الارقام اللي عند صعيب والبنك العربي الافريقي الدولي. واحد كان 50000 واحد كان 20000. نخش بقى على اخر بنك معانا وهو اعلى بنك موجود وهو بنك نيكست. بنك نيكست عامل حسابين توفير كويسين جدا جدا اللي هو ايه؟ حساب توفير بلس الشهري. طب تعالوا نبص مع بعض كده حساب توفير بلس الشهري كده الشرح بتاعته كام والفايده بتاعته كام. ادي ايه حساب توفير بلس الشهري. بيبقى طبعا ايه برده مميزات يقدم الافراد والعمله الاجنبيه والحد الادنى 5000 جنيه والكلام ده كله، وامكانيه طبعا السحب النقدي والاستعلام والكلام ده. طيب نخش بقى في المفيد. العائد يضاف شهريا الى الحساب على اقل رصيد خلال الشهر. ماشي. اقل من 50000 زيرو، يعني مفيش كده ايه من اول 50000. طيب 50000 ل 250000 14.5%، فوق ال 250000 21%. طب نبص كده على التاني حساب توفير سوبر بلس اليومي بقى. طبعا الحد الادنى لفتح حساب 5000 جنيه، والحد الادنى رصيد الحساب لحساب العائد 50000. ماشي. في تغطيه تامينيه مليون جنيه، الخصم ايه 50% على المصاريف الايه الاداريه للقروض والكلام ده كله، وبطاقه تامينيه مجانيه وكلام كبير جدا. طيب العائد بقى لو اقل من 50000 0%، لو من 50 لنص 15%. طبعا العائد بينزل ايه يومي من نص ل 5 مليون 16 وربع، وطبعا اكتر من 5 مليون 18 وربع. فهنا دخلنا في بنك بقى ايه فئه ال 250000 في 21%، رقم كبير. عم عادل قال لي انا اتلخبطت يا عم، انت ترشح ايه؟ خش معاه في المفيد. قلت له بص يا عم عادل، مفيش حاجه اسمها مين احسن من مين، على حسب انت معاك كام. هتقول لي معاك كام؟ هقول لك والله استثمر في بنك كذا او حط فلوسك في حساب التوفير بتاع بنك كذا. يعني انت عم عادل لو معاك من 5000 جنيه ل 50000 جنيه طبعا خش على بنك البركه ب 18%. لو معاك من 50000 جنيه ل 250000 جنيه برضه خش على بنك البركه هيديك 18.5%. لو معاك فوق ال 250000 خش على بنك نيكست. ليه؟ هيديك 21%. دي كده كانت كل التفاصيل عن اعلى حسابات توفير موجوده في البنوك خلال الفتره دي. طبعا هي بتتغير على حسب ايه؟ على حسب يعني كوريدور البنك المركزي. يعني البنك المركزي مصر لو نزل فايده هتلاقي الحسابات دي نزلت تاني. في جمله مهمه جدا جدا اتقالت، الجمله دي ايه؟ ان هو يتم احتساب الفايده على اقل رصيد موجود خلال المده. يعني ايه؟ بمعنى اصح ان انت النهارده لو انا معايا مليون جنيه حاطط مليون جنيه اهو، ومفروض اخد ال 21% بتاع بنك نيكست، وبعدين ايه حطيتهم وصلتهم 2 مليون، ورجعت تاني ايه خليتهم مليون، وحطيت 4 مليون، ورجعت تاني خليتهم ايه 50000. هنا اقل رصيد خلال المده كام؟ 50000. يتحسب ليه عائد؟ هيتحسب بس 14.5% بس مش 21%، رغم ان انا كنت حاطط مليون و4 مليون. مفيش. فلازم تركز ان اقل رصيد موجود خلال المده من يوم واحد، وركز في حق الايداع من يوم 1 لحد يوم 30 هيحسب اقل رصيد موجود خلال المده. هتيجي تقول لي طب انا النهارده عملت ايداع يوم 1، طب ما ممكن يسمى حقي تاني يوم عمل اللي هو طبعا ايه اللي هو هيبقى يوم 2 في الشهر كده خلاص اقل رصيد خلال المده 0. دي كده كانت كل التفاصيل عن حساب التوفير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتشترك في القناه عشان ده بيدعمنا، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.